السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بأحوال طيبة، ومرحبا بكم معايا في الوصفة ديال اليوم اللي هي عبارة على طارطة ديال الفريز. هاد المرة غادي تكون مختلفة، غادي نخدمها معكم بعجينة الكنافة اللي صراحة كتجي رائعة بزاف، كتجي مقرمشة ولذيذة، يعني كتوجدوها بسهولة وكتجي ناجحة 100%. يعني ما كيهبطوش لكم الجناب ديالها، كتبقى شادة نفس الشكل ديال القالب فاش درتوها. فبلا ما نطول عليكم، كنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم. صراحة جربوا واحد، كتستاهل تجربوها، وكذلك غتنفعكم في هذه الأجواء الصيفية. كملوا الفيديو الأخير وغندوزو لكيفية التحضير. وبالنسبه للمقادير، عندي الرابعه ديال عجينه الكنافه، درتها في اناء وغنضيف ليها 120 غرام ديال الخليط ديال الزيت والزبده مذوبه، تقريبا كاس لاروب. غنضيف معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وغنخلط هاد المكونات مزيان. من بعد غادي ناخذ طحانه، غادي ندير فيها هاد العجينه الكنافه وغنطحنها مزيان حتى كنحصل على عجينه كما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. يعني كنبقاو نطحنوا حتى كتعجن ليا ديك الكنافه، كتولي بحال شي عجينه. بعد ما طحنت الكنافه ديالي مزيان، انا خديت مول اللي القطر ديالو 22 سنتيمتر. انا فرشت فيه ورق الطاي باش حيتاش فيه التقيبات، ما بغيتش ديك الزبده تهبط ليا وتحرق في الفران. صافي كنوضع عجينه الكنافه ديالي وكنبقى نبسطها بهذا الشكل هذا، كنسرحها كما كتلاحظوا معايا. كنحاول نطلعها من الجناب وكنقادها بهذا الشكل هذا. من بعد غنجيب كاس وغنبدا نورك عليها بالكاس باش كتجينا مقاده. كما قلت لكم راه سهله في الخدمه ديالها، ما صعيباش. هذوك الجناب تاهم حاولوا تضغطوهم مزيان باش ما يتهرسوش لكم ملي يطيبوا، يعني خصهم يضغطوا مزيان ويتشدوا مع بعضياتهم مزيان كما غتلاحظوا معايا. كنبدا نورك بهذا الشكل هذا مزيان. كما قلت لكم باش ملي يطيبوا ما يتفرتوش ما يتهرسوش. صافي وغندخلها للفران اللي كيكون مسخن على 180 درجه تقريبا 30 دقيقه وكنخرجها. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما تحمرات مباشره وهي سخونه. كنحيدها من المول وكنوضعها في الطبسيل ديال التقديم، باش كنقدر نسقيها لان خصها تسقى وهي سخونه. وكما كتشوفوا معايا راه كنحيدها بكل سهوله، يعني ما كتهرس ما كتفرتس ما والو. انا غير كندير بشويه لانها سخونه خفت نتحرق. صافي كنوضعها في الطبسيل. انا هنا بدلت لي على الطبسيل حيت هذا كان صغير. كما قلت لكم مباشره وهي سخونه كتسقيوها شويه بالسيرو. انا كنأكد عليكم ما تكثروش ليها السيرو باش ما ترطبش لكم. غديروا غير شويه ديال السيرو، اولا ممكن ديروا حليب مركز، اولا ديروا العسل اللي كيتوفر عندكم. غير ما كما قلت لكم ما يكونش كتير، يكون غير شويه باش ما ترطبش لكم. غنخليها على جنب باش تبرد وغندوز باش نصاوب كريمه الكاسترد. هنا عندي كاسرونه درت فيها حساب نصف لتر ديال الحليب، حيدت منها تقريبا نص كاس اللي ضفت على ديك الزلافه. غندير الحليب باش يغلى. بالنسبه لهاد الزلافه فيها جوج صفر ديال البيض، زدت ليها نص كاس ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال السكر، جوج معالق كبار ديال النشا والفاني. غنخلطهم مزيان حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم، ما كيبقاوش لي دوك الحبيبات ديال النشا. صافي من بعد ما الحليب غلا غادي نضيفو على هاد الزلافه وانا كنحرك باش ما يطيبش ليا البيض لان الحليب سخون بزاف. وغادي نعاود نخوي هذاك الخليط في الكاسرونه وغنردو فوق النار وانا كنحرك حتى كيعقد ليا كما تشوفوا معايا في الفيديو. هذا هو القوام ديال الكريمه ديالي من بعد ما عقدت. غادي نضيف ليها 10 غرام ديال الزبده، تقريبا حسب معلقه صغيره، وغنبقى نحرك حتى كتذوب ليا ديك الزبده. صافي والكريمه ديالي موجوده، غادي نخليها على جنب وغادي ندوز باش نكمل باقي المراحل. من بعد خديت الفريز اللي غسلته مزيان ونشفته. غادي نقطعو بهذا الشكل هذا كما غتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه لي انا اختاريت نزين بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لكم نتوما راه كيبقى التزيين اختياري، يعني كتستعملوا الفاكهه اللي كتوفر عندكم وكتزينوا بالطريقه اللي بغيتو نتوما. ممكن كذلك تبدلوا حتى في الكريمه، ديروا كريمه ديال الشوكولاط اولا كريمه ديال الحامض. المهم هاد كنافه بهذه الطريقه كتجي لذيذه بزاف وكيجي منظرها زوين بزاف. صافي من بعد ما قطعت الفريز ديالي خديت الكريمه. انا هنا درت الكريمه في جيب الحلواني باش كتجيني سهله باش كنوضعها. يعني ممكن ديروها مباشره وتسرحوها بمعلقه. انا كما قلت لكم استعملت جيب الحلواني باش كيجيني ساهل.
صافي من بعد ما وضعت الكريمه كنبدا نزين لا طاخ ديالي. انا استعملت هذه الطريقه، نتوما كتزينوا بالطريقه اللي بغيتو. المهم هو المذاق راه كتجي رائعه بزاف، كيجي فيها مذاق زوين بزاف، وكما شفتوا معايا سهله في طريقه التحضير ديالها. راه كتوجد في دقائق، يعني ما كتشدش الوقت بزاف، وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف. كما شفتوا معايا درت الذره الاولى ديال الفريز، دابا غنزيد الذره الثانيه، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي لا طاخ ديالي. صافي من بعد ما كملت التزيين ديالي، هنا خديت وريقات نيت ديال الفريز زينت بهم. من بعد غادي ندهن هذا الفريز ديالي بالناباج. خديت الناباج اللي سخنته فوق النار باش كيجيني ساهل في التدهين، وغندهن به الفريز باش كيعطي ديك اللمعه ما كيجيش باهت. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاخ ديالي. كنتمنى تعجبكم، وصراحه راه كتجي رائعه بزاف، غادي تولي معتمده عندكم. وصراحه هاد لاطاخ ادمان، وكما قلت لكم سهله في التحضير ديالها، وما كتخافوش انه ملي كديروا لاباط بحال لاباط صابلي كتخافوا تهبط لكم من الجناب او لا ما تصدقش لكم. فهذه راه كتصدق 100%، جربوها بعينكم مغمضين، وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف. وكذلك ممكن تصاوبوهم ميني طاخت، يعني تصاوبوهم غير صغار وتحتفظوا بهم في المجمد حتى النهار اللي كتبغيوهم وكتعمروهم، راه ما كيبقى ليها والو، كتبقى مقرمشه وكتبقى زوينه. وصلنا للاخر ديال الفيديو. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وكنتمنى تجربوها. ما تبخلوش عليا بالرسائل ديالكم الزوينين وبالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب. شاركوا القناه مع احبابكم واصحابكم، والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.